ازيكم يا اصدقاء، عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير وبألف صحة. جايبه لكم النهارده طريقة عمل الفول المدمس للفطار الصبح. اول حاجة بنجيب الفول المصحح والفول اللي هو المفصص ده. لو مفيش من الفول المفصص المتقشر ده يبقى نحط شوية رز. علشان نجاح الفول لازم يكون فيه حاجة متزودة عليه علشان يبقى لافف وتبقى ميته حلوة ورايقة وتقيل. فاحنا بنجيب الفول بننقعه قبلها بتلات اربع ساعات كده. بعد ما بننقيه كويس بننقعه في ميه تلات اربع ساعات، وبعد كده بنغليله ميه نحط عليه بشر جزر وشويه كمون، وبنسقط الميه بالبشر الجزر والكمون عليه ونسيبه يغلي مع نفسه. ما بنحطش ملح، الملح بنحطه الاخر. هنسيب بقى الفول يغلي مع نفسه شويه، هو مش هياخد وقت طويل لانه قبلها كان منقوع. هياخد له غلوتين تلاتة كده، وبعد كده هنحضر خليط هنعمله. هنجيب طاسة ونحط فيها شوية زيت، ونكون مقطعين فصوص توم حوالي 4 فصوص توم. هننزل بعد الزيت ما ينقدح هنحط التوم المفروم. إيه، لو عندنا فلفل الوان احنا بنقطع الفلفل الالوان قطع صغيرة. احنا دلوقتي بنضيف التوم اهوت. ولو عندنا فلفل الوان هننزل بفلفل الوان متقطع صغير كده على التوم، وياخد لفة كده مع بعض، ونخلي التوم بس كده يدوبك ياخد لون ذهبي. ما نغيبوش عشان لو غمق قوي بيمرر، فيدوبك كده هياخد لون ذهبي خفيف كده. هننزل بالفلفل الملون، يعني فلفل ملون، فلفل اخضر الموجود عندكم يعني. يدوبك كده ياخد لون ذهبي خفيف هننزل بالفلفل اهوت. وبعد كده هننزل بالكمون وشوية شطة صغيرين الاخر هنضيفهم. احنا طبعا بعد الفول ما بيطيب احنا ممكن بس كده نضربه ضربتين في الخلاط كده ونضيف له زيت مقدوح على معلقة طحينة ونص ليمونة كده ويتاكل عادي. بس انا حبيت اعمله الخليط ده بيبقى طعمه حلو قوي، فبيديله طعم حلو قوي يعني. ريحة التوم مع الكمون مع الفلفل ريحته خطيرة، يجوع اصلا. طبعا هنجيب طماطمتين كده نضربهم في الخلاط ناعم ونصفيهم من البذر وهنضيفهم على الخليط ده الاخر. وبعد كده هنضيف الملح لاننا احنا ما ضفناش الملح في الاول، بنخلي الملح بنضيفه الاخر. ونسيب الطماطم تتسبك كده بالخليط اللي فيها ده لغاية المية اللي فيها ما تنشف شوية. هنسيبها مع روحها شوية كده تتسبك، وهنروح على الفول نضربه في الخلاط. في ناس بتهرسه كده بالشوكة بس انا بفضل يعني علشان الهضم يعني يبقى ينضرب في الخلاط احسن. بضيف الملح اهو، وبعد كده هروح اجيب الفول ضربته في الخلاط. لما التسبيكه كده تظبط معانا كده تبتدي تغمق كده تاخد لون غامق وتبتدي تنشف شويه، هنيجي ضايفين الفول اللي مضروب في الخلاط عليها. جربوا الفول بالطريقه ديت هيعجبكم قوي، بجد طعمه تحفه. في ناس بتضيف بصل بس انا مش بحب البصل، هو يدوبك فصين توم كده وطماطمايه وشويه كمون بيخلوا الفول حلو قوي. انتوا شايفين التسبيكة ظبطت معانا، هي تقلت شوية وطلعت فقاقيع كده فوق، اعرفوا الفقاقيع دي باينة ان التسبيكة كده مظبوطة. انا كده بضيف اهوت الفول اللي انضرب في الخلاط على التسبيكة، وهديله تقليبة كده ياخد لفة بسيطة كده على النار، وبعد كده هطفى عليه على ما يشرب من الخليط شوية.
هاجي طافية عليه ويبقى جاهز على التقديم على الأكل. تحفة تحفة، جربوه بالطريقة دي يا جماعة، بجد حلوة قوي. يا ريتكم تدعموني بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والاعجاب بالفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.